الولاد حضروا عقولكم، حيت هاد القصة ما فيها لا راحة ولا هنا، واللي وقع ما تصوروهش أبدا. عيطت عليه من الحمام: ياسين جيب لي الفوطة الله يخليك. من الصالون جاو حل الباب شوية غير باش يعطيني الفوطة، ولكن عينيه طاحوا عليا كاملة. حسيت بنظراته سخونة، وأنا بدل ما نغطي راسي بقيت واقفة وكنشوف فيه. أنا هبة، مرا مطلقة ليا مدة طويلة بزاف. من زواجي الأول جبت غير ولد واحد سميتو أكرم، درت عليه كل شي في الدنيا، تعذبت باش نكبرو ونقريه ونخليه يعيش مرتاح. دابا ولدي عنده 18 سنة ونص، ولد زوين ومؤدب وكيحترمني بزاف، وأنا عايشة غير ليه. الدار ديالي ديما هادية ونقية، حيت أنا كنحب النظام وكل شي في بلاصتو. كل صباح كنصاوب ليه الفطور وكنستناه يرجع من الجامعة باش نعرف شنو دار وشنو دار في النهار. أكرم هو كل شي عندي، هو اللي كيعوضني على كل اللي شفت في زواجي الأول اللي كان فاشل وخلاني نكره الرجال. مدة طويلة منين كان صغير كنت كنخدم ليل ونهار باش ما يحش بالنقص وما يحش أنه عايش بلا بابا. كنت كنقول لراسي غير نربيه مزيان ونشوفه راجل كبير ومن بعد نرتاح، ولكن الوحدة كانت تقتلني ببطء، حيت أنا مازال عندي الدم والحياة فيا. كل ليلة كنحس بالبرد في الفراش وكنفكر في شي حاجة دافية تحدني. كنت كنخاف حتى نفكر في الزواج مرة تانية، حيت خفت نجيب شي واحد يأذي ولدي أو يفرقني عليه. بقيت هكاك سنين نعيش غير الأكرم ونقول الحمد لله على كل حال. أكرم ديما كان كيجيب صحابه للدار، كنا كنضحكوا بصوت عالي وكنلعبوا الكارطة ونشوفوا الماتشات ديال الرجاء والوداد. وكل ما يجيبوا شي صاحب جديد كنت كنحضر لهم المملحات والعصير والكوكا وكنفرح حيت الدار كتولي عامرة. واحد النهار جا معاه واحد الولد ما شفتوش من قبل، شفتو أول مرة في شي ماتش ديال الرجاء في القهوة القريبة. كان لابس جلابة بيضة نقية وكيضحك بطريقة تخلي الواحد يبغي يسمع ضحكته كل يوم. من بعد أيام قليلة ولاو صحاب بزاف، وهاد الولد الجديد كان كيجي معاه كل مرة كيقول السلام عليكم خالتي بصوت خجول وكيحط راسو في الأرض. سميتو ياسين، عنده 24 سنة، كبير على أكرم ب6 سنين، ولكن كان كيلبس مزيان وكيعاملني باحترام كبير. كل ما يجي وكنت كنحس بريحته طيبة وكيجلس حدايا في الكوزينة وكيسولني واش بغيتي نساعدك خالتي، وأنا كنقول له لا حبيبي جلس غير. مع الأيام لاحظت أنه كيبقى يشوف فيا كتر من اللازم وكيضحك لي بطريقة خاصة، وأنا كنت كنحس بشي حاجة تحركات في القلب. كنت كنلبس قفطان خفيف في الدار وهو كيعلق والله لا خالتي زوينة بزاف، وأنا كنضحك وكنقول له اسكت واش حشومة. أكرم ما كانش كيلاحظ والو، كان مشغول مع الصحاب وكيضحك وكيحسب بلي ياسين غير صاحبه عادي. كنت كنحضر لهم المقلوب والبريوات والحريرة، وياسين كان ديما كيطلب يزيد وكيقول يديك الصحة خالتي، والله ما كليت هكا منين كنت صغير. أما كنت كنحس بالفرحة حيت شفت الشاب كيقدر الماكلة ديالي وكيقدرني كامرأة ماشي غير كأم صاحبه. كل مرة كيجي كنت كنحس بالدار دافئة، وكنت كنستنى الوقت باش نلبس شي حاجة زوينة ونحط شوية مكياج خفيف. ومع الأيام بدا ياسين كيجي كل يوم تقريبا، حتى لو أكرم ما كانش في الدار كان كيجي وكيقول جاي نستنى أكرم عندك خالتي. وأنا كنت كنعطيه المفاتيح وكنقول ليه دخل حبيبي، حيت الدار كانت خاوية وأنا كنت كنحس بالوحدة تقتلني. كنا كنشربوا العصير ديال البرتقال والليمون وكنهضروا ساعات طويلة. كان كيحلف لي باللي أنا مازال شابة وجميلة، وكيقول لي والله لا انتي أحلى مرة شفت في حياتي. وأنا كنت كنحمار وكنضحك وكنقول له هذا كلام الشباب للخالات. كان كيجلس حدايا في الصالون وكيحط يدو فوق يدي وهو كيهضر وكيقول لي يا خالتي واش ممكن نكون غير أنا وانتي نهضروا براحتنا. وأنا كنت كنقول له أكيد حبيبي الدار ديالك. كل مرة كيجي كنت كنلبس شي قفطان خفيف وكنحط شوية عطر وكنحس راسي بنت صغيرة. كان كيسولني على زواجي الأول وعلى علاش طلقت، وكيقول لي الراجل اللي خلاك راه خاسر الدنيا. وأنا كنت كنبكي شوية وهو كيمسح دموعي وكيحدني. كنا كنضحكوا وكنشوفوا في بعضياتنا بعين اللي فيهم شي حاجة كبر من الصداقة.
كان كيجيب لي شوكولاته وورد احيانا وكيقول هذه غير لخالتي الغاليه، وانا كنفرح ما لو كنت بنت 18 عام. كل ما يخرج اكرم كنت كنعيط لياسين في التليفون وكنقول ليه الدار خاويه، تعال نشربوا العصير، وهو كيجي في اقل من 10 دقائق. كنت كنحس بالنار تحرقني من الداخل كل ما كنشوفه، وكنت كنخاف من نفسي حيت بديت كنتمنى يدير ليا شي حاجه اكثر من الهضره. الجو كان كيسخن بيناتنا كل يوم شويه بشويه، وانا كنقول لراسي يا ربي يستر، ولكن في القلب كنت كنموت عليه. واحد النهار جا ياسين في 4 ديال العشيه بالضبط. اكرم كان خارج مع صحابه، قال لي غيرجع متاخر. قلت في بالي هذه فرصه نرتاح شويه. دق الباب، شفتو من الشقلقه لقيتو ياسين بابتسامته اللي كتذوبني. قلت ليه دخل دابا غيجي اكرم. دخل وجلس في الصالون، وانا قلبي كيضرب بزاف حيت عارفه باللي غادي نكونوا لوحدنا. قلت ليه خذ راحتك، انا غادي ندوز شويه، راه سخن الجو وانا معرقه. مشيت للحمام ديالي، صديت الباب مزيان ولكن ما قفلتوش بالمفتاح. حلات الكسوه ديالي كامله حتى القشاطه ودخلت تحت الدوش. الماء سخون كيجري على جسمي وانا كنغسل وكنفكر فيه. نسيت فوطتي ديالي برا فوق الكرسي. حسيت بشي حاجه في بالي وقلت خليه يجيبها ليا. علت عليه بصوت عالي شويه، ياسين جيب لي الفوطه الله يخليك راني نسيتها. سمعت خطوات وجا جاي. قربت من الباب وحلو شويه غير بالعرض باش يدوز يدو يعطيني الفوطه. منين شافني عريانه كامله تحت الدوش، الماء كيجري على صدري وفخادي، عينيه كحالو وما بغاش يحيد من الباب. انا بدل ما نغطي راسي بقيت واقفه وكنطلع فيه وكنحس بالماء والنار في جسمي. في شي لحظه وحده قلت ليه بصوت هامس دخل لو كنتي باغيه. ياسين وهو ما ترددش، دخل وسد الباب موراه بهدوء تام. حل تيشورتو بسرعه وجا حدايا تحت الدوش. الماء سخون كيسيل علينا جوج. قرب مني وبدا كيحط يديه على كتافي وكيصبن لي ظهري بيديه الدافيين، وانا حسيت بالرعشه كتمشي ليا في كل جسمي. كنت كنسد عينيا وكنستسلم للمسه ديالو اللي كانت اول مره تحصل ليا من سنين طويله. هو كان كيهامس ليا خالتي انتي زوينه بزاف، وانا ما قدرت نجاوب غير كنتنهد. حسيت بجسمه كيلصق مني من اللور وكل شيء كان كيسخن اكثر من الماء نفسه. بقينا هكاك دقائق طويله، ما كانش بيناتنا غير صوت الماء والتنفس اللي كيزيد. يديه كانوا كيتمشاو ببطء على ظهري وعلى جنابي، وكل لمسه كتخليني ننسى الدنيا كامله. انا كنت خايفه وفرحانه في شي لحظه وحده وما بغيت هذا الوقت يسالي ابدا. هو كان كيحترمني وكيخليني نسيطر، ولكن في النهايه استسلمت ليه تماما. من بعد دقائق حسيت براسي كأنني طايره، وكل اللي فات كله تلاشى. خرجنا من الدوش وهو لوافني في الفوطه وكيحدني قدام المرايه وكيقول لي انا نموت عليك. بقينا كنحضنوا بعضياتنا وكنتناحكوا كما لو كنا اول مره نكتشفوا الحب. من بعد هذيك اللحظه في الحمام ماما تغير كل شيء في حياتي، وما بقاش شي نهار يمر بلا ياسين. ولا كيجي عندي كل ما قدر وكل ما لقى الفرصه، احيانا في الليل متاخر بعد ما ينام اكرم، واحيانا في الصباح بكري قبل ما يصحى ولدي. كنا كنتلاقاو في السر وكنعيشوا لحظات حلوه بزاف. كنت نسيت باللي ممكن نعيشها مره تانية. كان كيجي يدق الباب بهدوء وانا كنفتح ليه، وكنضحكوا وكنحتضنوا بعضياتنا. من الاول كنا كنقضيو الوقت في كل بلاصه، في الدار، في الصالون، فوق الكنابي، في الكوزينه، وهو كيحضنني من اللور. ومره حتى في الكراج منين كنا خايفين يسمعنا شي جار. كان عارف بزاف ديال الحوايج اللي تخلي الواحد يحس بالسعاده والراحه، وكيخليني نكتشف راسي من جديد. كان كيجيب معاه شميعات وكيغطيني عيني بمنديل وكيخليني نستمتع بكل لحظه. كان كيحترمني وكيعاملني ما لو كنت ملكه، وكيقول لي كلام حلو كل دقيقه. انا وليت كنطلب منه حاجات ما كنتش كنفكر فيها حتى في الاحلام. نبغي نجرب حاجات جديده، نبغي نعيش اللحظه بكل طريقه ممكنه. كان كيستغرب ولكن كيضحك وكيقول لي امري يا هبه كل شي ليك. كنت كنقول ليه نبغي غير نلبس ليك شي حاجه ونكون انا اللي نسيطر،
وهو كان كيضحك بصوت عالي وكيقول: انتي مجنونة يا هبة، ولكن أنا نحبك هكا بالضبط. حسيت كأنني رجعت بنت 20 سنة اللي كتخمم غير في اللعب والضحك والحب بلا حدود. كنا كنلعبوا ما لو أطفال، كنخبيو بعضياتنا في الدار وكنضحكوا حتى نخرجوا دموعنا. كنت كنقول ليه نبغي نخرجوا نتمشاو في الليل، وهو كيجيب لي جاكيطة وكياخدني في الطوموبيل بعيد على الحي. كنا كنشربوا القهوة في الكوزينة وأنا كنلبس ليه نظاراته وكنقلد صوته وهو كيموت بالضحك. وليت كنقول ليه نبغي نرقصو وهو كيشعل الموسيقى وكيلف بيا في الصالون حتى نعياو. كل حاجة كنت كنطلبها كان كيقول لي حاضر يا قلبي، وكيخليني نحس أنني أنا اللي نسيطر على الدنيا. حسيت راسي خفيفة وحرة بعد سنين كنت كنحس فيها ثقيلة ومحبوسة. كنا كنصوروا بعضياتنا بالتليفون وكنضحكوا على الصور وكنشاتوا في الذكريات. أنا اللي كنت خايفة من كل شيء وليت كنبغي نجرب كل شيء. ياسين كيقول لي ما كنتش متصور باللي في خالتي هاد الجنون الحلو كله، وأنا كنقول ليه هادي أنا الحقيقية اللي كنت مخبيتها. هاديك الفترة خلاتني ننسى السن والظروف وولدي والدنيا كاملة. كنا كنعيشوا أحلى أيام حياتي كاملة. ما كنتش متصورة باللي ممكن نضحك ونفرح هكا مرة تانية، ولكن في القلب ديالي كنت ديما خايفة وكنحس بالذنب كيجي ويروح. كل ما نسمع صوت الباب ولا مفتاح في القفل كنت كنقفز من بلاصتي وكنخاف يكون أكرم رجع بكري ويلقانا هكاك. ياسين كان كيحس بيا وكيقول لي ما تخافيش يا روحي، أنا كنموت عليك وغادي ديما نكون ديما حذر ما نخليش شي حاجة تبين. كان كيخرج من الشباك أحيانا ولا كيخبي راسو في الخزانة لو سمعنا شي صوت، وكان كيضحكوا من بعد، ولكن الخوف كان باقي. كل ما نشوف أكرم كيضحك معايا وكيقول لي ماما شنو طيبتي اليوم، كتحس بالذنب كيقتلني وكيجي واحد الشعور ثقيل كيضغط على صدري. وكل ما ياسين كيجي وكيحط راسو على رجليا وكيشوف فيا بعينيه مليانين حب صادق وكيقول لي متى غادي نقدروا نكونوا رسميين هبة، كنبقى ساكتة وكنحس قلبي كيتقسم، خايفة نرفضو ونفقدو للأبد، حيت هو صار كل شي بالنسبة ليا وما نقدرش نتخيل حياتي بلا بيه. وخايفة نقبلو ونفقد ولدي أكهم اللي هو اللي ربيته بمي ودموعي، وما نقدرش نعيش اللي وقطعني كل ليلة. كنبكي في الفراش وكنسول راسي علاش جاتني هاد المحنة دابا. أكرم لو عرف غادي يحس بالخيانة من أمه من أحسن صاحبه في شي لحظة وحدة وما غاديش يسامحني أبدا. ياسين كيقول لي أنا مستعد نتحمل كل شي ونواجه أكرم ونشرحه ليه، ولكن أنا عارفة ولدي مزيان ما غاديش يقبل. كل ما نشوف الصورة ديال أكرم صغير